من ورانا يا حسام، من خلفي يا حسام وأنا لا أعلم يا حسام. كيف تذهب هكذا يا حسام ولا تخبرني عن هذه الأغنية الجميلة؟ لقد مثلت العرب أنت اليوم، لقد كنت خير من يمثل العرب أجمعين في هذه الأغنية الجميلة. لقد أبدعت بلقطات هائلة أنت والنجوم الذين كانوا معك في تغطية البطولة. هل تعلم أنك أنت اليوم وقفت أمام فنانة صوتها جميل، مشهورة وعربية، اسمها أصيل هميم؟ هل تعلم أنك وقفت أمام مذيعين ومذيعات يشتغلون في قناة شاشة، عبد الله الزيادة وشيرين وبيبي الخضري وملاك، كانوا نجوم هذه البطولة ولهم الشكر والتقدير. هل شكرتهم على جهدهم باسم العرب؟ جزاك الله خير. صراحة البداية نايم والنهاية لا. لم يفهم ماذا تقصد. ألم تفهم قصدي؟ لا. نعم؟ فهمت قصدي؟ لا. حسن. اوكي. هذا شوفوا يعني خلنا بس خلاص بمزح مع صديقي حسام، لكن باختصار هذا العمل يعني من العرب للعرب. وكان اصلا يعني فيه من التقدير، لان البطوله هذه بطوله العرب، واللي حاضرينها عرب، واللي يشتغلون فيها عرب، والجمهور عربي، فطبيعي الاغنيه هذه من العرب الى العرب ومن الجمهور للجمهور، فهي فيها نوع من المشاركه. وحسام هو اللي مثلنا احنا مثلا في المجلس او قناه الكاس او زملائنا المحللين العرب في هذه الاغنيه. يمكن هذه يعني هذه البطوله اعطتنا اشياء جميله ورسائل مذهله. يعني كل يوم كنا نشوف شغله، كل يوم نشوف موضوع، وفي تفاعل، في تحس ان يعني احنا قاعدين نحضر مباراه ونحضر قصه ونحضر راي ونحضر موضوع، وكل يوم في شغله. وبالمناسبه اشكرك اشرف على انك اليوم اعطيت حمد الله حقه لازم في انك نشرت التسجيل الصوتي اللي بينكم بعد ما استاذنت اكيد طبعا. وهذا شيء جميل ان اللاعب حس بالمسؤوليه طبعا، وحس بتأنيب الضمير، وحس انه انا فعلت شيء خطأ راح اصحح هذا الشيء. وفي لحظه صعبه انه يقول في لحظه صعبه طرد، سيغيب لمباراتين، بانه سيجلب اللقب للمنتخب المغربي. ولا وما قال لك انا والله يعني مثلا يخاطب الجمهور سامحوني انا اسف او كذا او اكتب عني تغريده، قال لك احفظها عندك خليها عندك، وراح اعوض جمهورنا بالبطوله. بس متى كان تاريخها اشرف تقريبا؟ الرساله إيه؟ مباشره بعد مباراه عمان، لان تتذكر احنا كنا مع بعض جالسين انا وانت تقول لي عنها مباشره بعد مباراه عمان، مباشره بعد الطرد. انا في قاعده اللاعبين اللي عندي معهم علاقه دائما احاول ان احفزهم في لحظات راوهم التاريخ، راوا التاريخ الجمهور. فاش اسمه حاولت بعثت له رساله قلت له قدر الله ما شاء فعل كذا، وان شاء الله العوده في البطوله. مع مرور الوقت اتوصى برساله اشرف انا عارف انه كانت هناك بطاقه حمراء. ممكن اشرف تراوي الجمهور بس الرساله مو سمعوا بس. اوكي. على فكره انا اشرف جاء قال لي بس طلع التاريخ بس التاريخ. اشرف جاء قال لي من 3 ايام كنا جالسين مع بعض هني في المينا، قال لي خالد انا عندي رساله لي اسمعها من جديد. لا بس التاريخ بس التاريخ من 3 4 ايام الموضوع. يقول لي خالد عندي رساله صوتيه حق حمد الله، وقال لي راح تطلعها في النهائي وانا راح اثبت كذا كذا كذا. فهذه الرساله اللي طلعت اليوم من اشرف مع حمد الله على الهواء مباشره. كيف اليوم 5 الشهر 5 الشهر واليوم 18. راوي الجمهور بس امسح، حط يدك على الرسائل بس راويهم التاريخ بس عشان لا مش مكتوب تاريخ لانه في رسائل بالنسبه لا في بلا تقدر تطلعها عادي. كابتشر خلاص. عموما اشرف ايوه راح اشوف حيقول لي فضحت تليفوني. ايوه سيدي علي اللاعب اللي يوعد ويوفي يستحق التقدير. يستحق التقدير، واللي يوعد ويوفي تاكل بالمعنويه تاعو قدره تاعو، هذا يستاهل 2 تاع التقدير. والمدرب اللي يعطي اللاعب فرصه اخرى جديده يستحق التقدير. نعم، لانه يعرف بلي اللاعب هذا عنده مستوى
ينجم يجيب له الفائده وجابها له. صح. هذا هو الصح المدرب. خد بالك كمان يا خالد، هو كان حاسس بتأنيب ضمير، وبعدين هو طرده، هو كان غصب عنه. هو مثلا ما تعصبش زي مواقف في البطوله فدخل جامد في لعيب، او هو بيعمل الكره كده فرجله خبطت في وش المدافع، هو مش شايفه يعني، فاهم؟ كان تهور. الكلام اللي انت قلته قاله حق اشرف في الرساله، كان قاعد يقول ايش يعني هو ما يقصدش يعني. اشرف شكلك مطول انت. 12:30 بالليل. راوهم يلا. الحال اضطريت انه اكبتشر عشان ما 6 ديسمبر الساعه 12 بالليل، يعني 5 بالليل. اي انا قبل 13 يوم. ها 13 يوم. انا صراحه في الاول تفاجات، قلت والله هذه شجاعه منه، انه بعد مباراه طرد فيها مباريات قليله تبقت، المنتخب المغربي تعادل، عنده المباراه امام السعوديه، يعني قلت ما شاء الله عليه على الثقه اللي عنده، لكن كان صراحه شوف انت فعلا والتقيت معه في النهايه. لاعب مثل خامه حمد الله يوصل لمرحله انه يعشق انه يصير حدث حتى يطلع كل اللي عنده، وهذا على مدار كل السنين. دائما حمد الله عايش مع الاعلام، في ضغط اعلامي كبير عليه، في ضغط جماهيري من الفريق المنافس، في كل مرحله عدم تواجده في المنتخب، في كل شيء هو دائما ينطي اشياء تطلع مع انه من يكون زعلان، من يكون مقهور، من يكون يحسب نفسه انه حقه ماخوذ. انا التصريح اللي قاله بعد المباراه انا اشوفه طبيعي جدا، انه هو يقول انا يعني الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى جعل سبب انه انا اكون موجود حتى انه اخذ هاي البطوله وارجع حقي المسلوب لسنين طويله. فاذا البعض يشكل انه للسنين الطويله، فانا اعتقد يعني انه هو بعد متى يداعي بحقه؟ هو دا يلعب واخذ بطوله، فمن طبيعي جدا انه يداعي بحقه اللي راح اللي ينسلب. فطبيعي جدا انه هذه بعد ما يبطل، بعد ما يعتزل يقول انا والله حقي راح وحقي كذا. لا، هو اليوم اثبت. ابو جاسم مو سهل تنطرد، اصعب لحظه اللاعب كره القدم وخصوصا مع المنتخب. النادي عادي طبيعي جدا انك تنطرد، لكنه مع المنتخب اصعب لحظه انا تعرضت لها وكلهم تعرضوا لها، يجوز اغلب اللاعبين تعرضوا لها. مع المنتخب مشكله جدا كبيره، وخصوصا اذا فريقك كان فايز وتنطرد، ولو يتعادل لو يخسر خلاص الخساره ركبت براسك. فانك انت تعود بهالطريقه هذه صراحه يعني. لكن يا كابتن في نقطه، ثقته من المنتخب مال المغرب، يعني شوف لاعبين المغرب وصلوا مرحله ايش، هذا على قولك الاكاديميات، ثقه البطولات، ثقه في النفس، ان انا جاي هدف واحد. نعم. عكس الاخرين ما هم منبه باقل مستوى باقل كوادر المغرب بطل على احمد. بس شوف خلينا نعطي المنتخبات حقهم، اوكي؟ بمعنى ان ترى كل المنتخبات اللي جات باستثناء 1 2 3 كلهم كان عندهم طموح اللقب ترى، ومعظمهم ترى كانوا مشاركين بالمصف الاول، لكن ما عندهم ثقه مثل المغرب. لا مش ما في ثقه، لا بالعكس كان في ثقه، لكن بعد وهي مواجهات قويه في النهايه. خلينا نتكلم صراحه. حتى جزر القمر، الجزر القمر اللي جاي وهو جاي للمشاركه للاحتكاك كذا، اوكي، بعد كان اللاعبين خذ الله يهديك. لا في القمر جايش البطوله انت بقى. لا حول ولا قوه. انا قلت لك الحين ليش ما تسمع؟ ليش ما تسمع؟ اوكي لا اسمع. اللي قلت لك انا بالحرف، قلت لك اللي جاي للمشاركه والاحتكاك، ما قلت لك بطوله. أيوة. بس انك ما تبي تسمعني. ومع ذلك قدم مباريات، وتحديدا في الشوط الثاني كان ما يطلع مباراه الا وهو مسجل هدف، وهذا يسمونه عزيمه وعندهم اصرار عندهم كذا. فاللي بقوله المستوى الفني حق البطوله كان مستوى كبير. صح. سيدي علي صح، كان قوي بصراحه يعني. مستوى عالي، مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. نعم مستوى عالي. لازم لو هاد كاس العرب يزيدوا يكرروا فيه وينقصوا، ماشي في 4 سنوات، يديروا في 3 سنوات او في عامين. انا قلتها في البارح او البارح، يعود ينجم يفوت الكاس افريقيا يفوتهم، لان يفوتهم دركا كاين الافارقه اللي يلعبوا عندهم كره القدم في القلب كما يقولوا، ولكن في التنظيم، باسكو اللاعب يحب توسكي نظام ملاعب، تكوين، الفلوس، كل شيء هدايا اللي ان شاء الله من اعوام
تنجم تفوت في افريقيا في هذه. نقطة بس أخيرة قبل ما أروح للفاصل، لاحظتها في المنتخب الأردني في الأمير الحسين بن عبد الله خلف، نعم، ولي العهد الأردن، خلف المنتخب، ووضح لنا داعم أول وقوي ورئيسي مطلع على كل شيء. الأمير الحسين في المدرجات قاعد مع الجمهور، تلاقيه نازل تحت في التدريبات، في التمرينات، يعني في الفنادق موجود، في الفنادق معاهم. يوم يزن انصاب راح للفندق. ولي العهد عايش معاهم. اي عايش معاهم واكثر ما عايش معاهم. نعم. وتحس ان فعلا العلاقه جدا قويه قويه قويه. تدخل هذيك المحبه والثقه أول شوف ولي العهد أصلا هو رياضي. يعني سمو الأمير حسين أكيد كل الأردن بيعرفوا أنه رياضي، بيلعب كرة قدم ومحب لكرة القدم. يعني هو الداعم الأول هو سمو الأمير علي. يعني برضو سمو الأمير علي كمان من الناس المميزين جدا في اللي وصلت له كرة القدم الأردنية. يعني هو اللي بيخطط وهو المدير، لكن المحفز الأول هو ولي العهد، لأنه بصراحة اللاعبين بيتعاملوا لما يشوفوه بطريقة جنونية بيعمل تحفيز غير عادي. خاصة أنه أنت لما تكون قريب على اللاعبين، تكون ولي عهد، هذا مش إشي سهل. تكون العلاقة قريبة مش إشي سهل، تكون في التدريب مش إشي سهل، كله محفزات كثير كبيرة للاعبين. ولاعبيننا أصلا عاطفيين، يعني اللي بيعرف لاعبيننا كويس، لاعبيننا إذا يعني بس كلمة صغيرة ممكن يطيروا في السماء. فبالتالي هذا كان يعني جمهور ملعب، حتى نزل على سوق واقف. فهذا دليل يعني شو بدنا نحكي، العلو الخلق، التواضع الكبير، هذا كله مشجع لمنتخبنا الوطني. فاحنا يعني محظوظين جدا بسمو الامير حسين وبقيه الامراء يعني.